السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العبقري. لو سألتك يا صديقي إيه أكتر أكلة ممكن الناس تتفق عليها؟ هبسطها لك يا صديقي. الأكلة دي بتكون مدورة ومحشية جبنة وبنستمتع جدا وإحنا بناكلها. أتوقع إنك جبتها صح. البيتزا صح يا صديقي. بس اللي محدش يعرفه إن البيتزا كانت زمان مجرد خبزة بسيطة. والبداية البيتزا بدأت في اليونان القديمة، كانوا بيخبزوا عيش مسطح ويحطوا عليه زيت زيتون وأعشاب. لكن في الحقيقة البيتزا اللي شبه اللي احنا نعرفها حاليا كانت في إيطاليا. اتعملت في إيطاليا تحديدا في نابولي في القرن ال 18 الميلادي. والفضل بيرجع للملك أمبرتو الأول والملكة مارجريت لما الملكة زهقت من الأكل الفاخر. أيوة يا صديقي، أصل عيشتهم كانت مرتاحة. المهم يا صديقي ركز في الموضوع. لما الملكة زهقت من الأكل الفاخر قررت إنها تنزل تاكل أكلة من الشارع. يا ترى الأكلة دي هتكون إيه؟ مش كبدة وسجق يا صديقي، هتكون البيتزا اللي هي موضوع حلقتنا النهارده. فلما الملكة أكلت البيتزا عجبتها جدا وقررت تسمي البيتزا باسمها. وبعدين البيتزا وصلت لأمريكا عن طريق المهاجرين الإيطاليين، وفي القرن العشرين تحولت الأكلة لظاهرة عالمية مع إضافات جديدة زي بيتزا البيبروني وبيتزا الأناناس. أيوة يا صديقي ما تستغربش، في بيتزا بالأناناس. يعني يا صديقي البيتزا دي مش مجرد أكل، دي رحلة ثقافية طلعت من اليونان لإيطاليا للعالم كله. المرة الجاية يا صديقي وأنت بتاكل البيتزا افتكر إنها أكلة مليانة سحر وتاريخ. بس يا صديقي دي كانت نهاية حلقتنا، أتمنى يكون الفيديو عجبكم وما تنساش اللايك والاشتراك. بس سلام.